Bonjour, j'espère que vous allez bien. أهلا بكم طلاب تانية ثانوي في كل مكان. معاكم مسيو أحمد حسين من قناة إيزي فرنش. في الفيديو بتاع النهاردة هنحل التقييم العاشر من تقييمات الوزارة الأسبوعية زائد الدوفوار إبدومادير الواجب الأسبوعي والتاج دو كلاس الأداء الصفي. الأداء الصفي تدريب بيتحل في وقت الحصة، حصة الشرح بتاعت اللغة الفرنسية. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا أتمنى منكم الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها. On va commencer. أول حاجة هنبدأ بيها التاج دو كلاس الأداء الصفي. والأداء الصفي هنا يا جماعة وإحنا بنحمل الفيديو الأداء الصفي الأسبوع العاشر الصف الثاني الثانوي لغة أجنبية تانية، والكلام ده كله من على موقع الوزارة. فأتمنى منكم يا جماعة التركيز في الحاجات الأساسية دي، لغة أجنبية تانية. أول حاجة هنبتدي بيها التاج دو كلاس زي ما اتفقنا. بيقول لك هنا إيه؟ شوازي لا بون ريبونس، اختر الإجابة الصحيحة. طون في تيل، أنا عايز أسأل ما هي حالة الطقس؟ ما هي حالة الطقس؟ بعض الناس هنا يا جماعة هيتلخبطوا ويقول لك اللي طون دي فيها اس، فبالتالي الكلمة هنا جمع فيختار كل وكل. طب أنا حابب أقول لكم اللي سواء كل الجمع المذكر كل جمع المؤنث الاتنين غلط، عشان طون دي مفرد مذكر. مفرد إيه؟ مفرد مذكر، فهختار كل المفرد المذكر. يبقى كل طون في تيل، كل طون في تيل ما هي حالة الطقس؟ كل طون في تيل، كل طون في تيل. السؤال الثاني بيقول لك هنا voici un portrait. un portrait يعني صورة شخصية. un portrait، portrait دي مفرد مذكر، فبالتالي أنا عايز صفة مفرد مذكر يبقى intéressant. voici un portrait intéressant. السؤال الثالث برانتون. برانتون يعني الربيع، وطبقا للمنهج عندنا أنا ممكن أقول الربيع وممكن أقول في الربيع. طب يعني ايه في الربيع والربيع؟ الربيع هقول لو بران تون. طب في الربيع هقول او برانتون. طب لو بصينا على الاختيارات هنلاقي اللي فيه لو وهنلاقي اللي فيه او. يبقى معنى الجملة، هل ينفع اقول في الربيع يبدأ كومونس يعني يبدأ لو 21 مارس، يعني اقول في الربيع يبدأ 21 مارس، ولا الربيع؟ لا طبعا هنختار الربيع، يبقى لو برانتون. لو برانتون كومونس لو 21 مارس، الربيع يبدأ 21 مارس. السؤال اللي بعد كده سي جرونوي. جرونوي يعني ضفدع، وهنا الضفدع دي كلمة مؤنثة يبقى ستون. ستون جرونوي، ستون جرونوي إنه ضفدع، والضفدع دي كلمة مؤنثة. السؤال الخامس كيسكو تويم. كيسكو تويم يعني ماذا أنت تحب، وإحنا عندنا الأول متصرف اللي هو ام ده متصرف، يبقى لازم الفعل التاني مصدر، يبقى كيسكو تويم بروندر. يعني بقى كيسكو تويم بروندر ماذا تحب أن تلتقط، يبقى هنا الأولاني متصرف التاني لازم يكون مصدر كيسكو تويم بروندر. السؤال السادس رومان فوتوغرافي. الفوتوغرافي لا ناتور، هو يصور الطبيعة. الطبيعة هنا غير عاقل، فبالتالي هسأل بكوا. يبقى معناه ايه السؤال؟ رومان فوتوغرافي كوا، رومان بيصور ايه، بيحب يصور ايه. طب ليه كل اولانية غلط؟ طب ما كل اولانية معناها ماذا وكوان برضو معناها ماذا، بس كو دي تأتي في بداية السؤال. يعني لو كان السؤال ده انا عايز استخدم كو كنت هقول كده كو فوتوغرافي رومان، كو فوتوغرافي رومان. طب كوا لا، كوا بتيجي في نهاية السؤال، فاقول رومان فوتوغرافي كوا، رومان بيصور ايه. طب كومو يعني كيف، وأو يعني أين. وبكده نكون وصلنا لنهاية التاش دو كلاس الأداء الصفي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. نخش على الدوفوار ابدو مادير الواجب الاسبوعي، والواجب الاسبوعي عندنا ريبون اسوميل، اجب على الايميل ده بار دو فراس كومبليت بجملتين كاملين. عندنا هنا بيقول لك ايه؟ رومان ام فوتوغرافي لا ناتور، رومان بيحب تصوير الطبيعه. اتوا وانت بقى تويا انا باري فوتو، هل لديك كاميرا تصوير؟ هل معاك كاميرا تصوير؟ فانت هترد تقول وي نعم. التو تبقى جو،
والا اس اللي هو فيرب افوار يبقى ا اي، يبقى جي انا امتلك، جي انا اباري فوتو، يبقى جي انا اباري فوتو، انا عندي كاميرا تصوير. طب السؤال الايه التاني، كيسكي تويم بروندرون فوتو، وماذا تحب ان تصور؟ بتحب تصور ايه؟ فهقول التو تبقى جو ام هننزلها بس هنصرفها مع الجو يبقى اخرها او، جيم فوتوغرافيي، وهنقل فوتوغرافيي من السؤال اهي، فوتوغرافيي، جيم فوتوغرافيي لي زاربر، لي زاربر يعني الاشجار، الاشجار لي زاربر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدفوار ابدومادير الواجب الأسبوعي. نخش على الإيفالياسيون ابدومادير التقييم الأسبوعي، التقييم العاشر من تقييمات الوزارة للصف الثاني، لغة أجنبية تاني من على موقع الوزارة. السؤال عندنا هنا الإيفالياسيون بيبقى سؤال سيتواسيون، سؤال مواقف. شوازي لي دو ريبونس كوريكت، اختار الإجابتان الصحيحتان. بور انديكي لليو دو تافيل، لكي توضح مكان مدينتك، المدينة بتاعتك. هتقول ايه؟ هتقول طبعا إلي أونور، هي تكون في الشمال، هي تكون في الشمال، والإل دي عايدة على الفيل. بعد كده هنقول ايه؟ ما فيل مدينتي ايه اكوتي دو لا كابيتال، ايه تاكوتي دو لا كابيتال بجانب العاصمة، مدينتي تكون بجانب العاصمة. السؤال التاني تو دي موند اتونامي، يعني ايه بقى تو دي موند اتونامي؟ انت بتسأل صديقك، بتسأل صديقك عن ايه؟ سكو يعني ماذا؟ سكولام دون لا ناتور، سكولام دون لا ناتور ماذا هو يحب في الطبيعة. هو يقول بقى، هو يقول يعني هو هيرد على سؤالك، يعني هيقول بيحب ايه؟ هيقول بصيغة انا، فهيقول جيم لي زاربر، احب الاشجار، لسه كاتبينها جيم لي زاربر، جيم لي زاربر انا بحب الاشجار. وكمان هقول ايه؟ جادور لا مير، جادور لا مير انا اعشق البحر. السؤال الثالث تو دي موند اتونامي، انت بتسأل صديقك سكو يعني ماذا؟ سكون توليز ماذا نستخدم؟ بور فوتوغرافيي للتصوير، يبقى انت بتسأل صاحبك احنا بنستخدم ايه للتصوير. هو هيقول اون كاميرا واون كاميرا، اون كاميرا الاتنين صح في النطق، يعني ممكن اقول اون كاميرا، اون كاميرا صح كده، يبقى اون كاميرا اللي هي الكاميرا. وكمان انا باري فوتو، انا باري فوتو اللي هي كاميرا التصوير. السؤال الرابع بور اكسبريمي لكي تعبر عن تيجو الذوق او الميول، ودي كلمة مهمة من سنة أولى، لكي تعبر عن ذوقك أو ميولك للطبيعة، يعني الحاجات اللي أنت بتحبها في الطبيعة. طبعا هقول جادور لا فوغي، يعني إيه بقى جادور لا فوغي؟ أنا أعشق الغابة. وإيه كمان؟ هقول جيم ألي ألا كومباني، جيم ألي ألا كومباني أحب الذهاب إلى الريف، يبقى كومباني يعني الريف. السؤال الخامس توم بوتي فرير تو دي موند، أخوك الصغير يسألك، أخوك الصغير بيسألك لا جرونوي، لا جرونوي اللي هو الضفدع. سيكوا ما هو؟ يعني انت هتعرف له الضفدع، ايه هو الضفدع؟ فانت طبعا هتقول ايه؟ سيتان انيمال، انه حيوان. وكمان سيتان اليمون دو لا ناتير، انه عنصر من عناصر الطبيعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. في الفيديو بتاع النهارده حلينا التقييم العاشر من تقييمات الوزاره الاسبوعيه، زائد الدفوار ابدومادير الواجب الاسبوعي، والتاش دو كلاس الاداء الصفي لطلاب الصف الثاني الثانوي. بس قبل ما ننهي الفيديو اتمنى منكم الاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها، والى ان القاكم في فيديو قادم. au revoir et bonne journée. Merci pour regarder cette vidéo. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بقناتي.